نبتة طبيعية هتستخدمها هتحس ان دماغك فوق، هتخلي جسمك اقوى وعقلك هيبقى في اعلى قمم تركيزه، ومن اسمها تحس انها نبتة سحرية. واطمن مش مخدرات. كلامنا النهاردة عن الاشواجندا. معاكم سارة عصام، اخصائية التغذية من برنامج معلومة خفيفة. الاشواجندا من اهم فوائدها تحسين الاداء الرياضي والنوم، وفي بعض الابحاث بتقول انها بتساعد الناس اللي عندها امراض زي القلق واضطرابات النوم. الاشواجندا هي بديل طبي الموطن بتاعها الهند، وبيستخدموه من مئات السنين لتخفيف التوتر، وبيزود الطاقه وبيحسن التركيز. ومن فوائده زي ما قلنا بيقلل التوتر. طب ازاي؟ في ماده جوه الاشواجندا اسمها ادابتوجين، دي وظيفتها انها بتساعد الجسم على التكيف في المواقف الصعبه، زي تقليل المخاطر والاجهاد النفسي على المدى البعيد. وكمان بتقلل من نشاط الغدة النخامية والكظرية، وده بينظم الاستجابة للضغط النفسي. وفي دراسات اتعملت على 58 شخص ادوهم مستخلص الاشواجندا بنسبة ما بين 250 ل 650 مللي جرام، وعلى مدار شهرين لقوا ان معدلات التوتر والضغط قلت، وهرمون الكورتيزول اللي الجسم بيفرزه لما يحس بقلق وتوتر بيقل برضه. ومن فوائده برضه انه بيحسن الاداء الرياضي، علشان في دراسات اتعملت بتقول ان الاشواجندا بتزود ال VO2 max، وده عبارة عن الحد الاقصى للاكسجين اللي الشخص الرياضي ممكن يستخدمه لما يعمل اي نشاط رياضي كبير. يعني دي تعتبر زي وحدة قياس للياقة البدنية للقلب والرئة. وكمان بيقلل من اعراض بعض الحالات الصحة العقلية زي الاكتئاب والتوتر واضطراب ثنائي القطب، وبيساعد على تحسين الذاكرة، بيزود التركيز والذاكرة الفورية والعامة وسرعة تخزين المعلومات، وبيحسن جودة النوم، لان في دراسات اتعملت على ناس عندهم ارق واضطرابات في النوم، وكانت النتيجة ان النوم عندهم متحسن من ناحية العمق في النوم. من الاخر كده الاشواجندا مكمل غذائي آمن وليه فوائد كتير، بس يفضل ان انت تاخده تحت اشراف طبيب يكون عارف حالتك كويس. ولو عندك مشاكل في النوم وعايز نصايح تحسن من جودة نومك، اكتب لنا في الكومنتات وهنرد عليك في فيديو تاني.